الله لك بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لا يفتح بمفتاح، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هو فيديو مختلف شوية عن الفيديوهات السابقة، بس بأمانة ربنا يعني أنا شفت حاجة بتضايق جدا ومضرة جدا، والناس كلها سبحان الله يعني أنا مش عارف في إيه بالظبط. بمعنى عشان نخش في الموضوع على طول، تعالى دلوقتي واحد بيجي يفتح النت، في واحد بيجي يفتح النت بيلاقي مثلا تيك توك موجود. اتحداك الا من رحم ربي، اتحداك اول ما تيجي تفتح التيك توك تلاقي واحده بترقص بتتفرج عليها وتعمل لها نسبه مشاهدات، تلاقي بنات لا مؤاخذه في الكلمه بتتميع بتروح تتفرجوا عليها وبتعمل نسبه مشاهدات، بتلاقي اي حد بيقول اي حاجه مهما كانت بتروحوا تتفرجوا عليها، واول ما بتلاقي قرآن بتبعد عنه، اول ما بتلاقي احاديث بتنقل بسرعه، اما بتلاقي حد بيتكلم في الدين بتقلب عشان تدور على اي حاجة تانية. طب ليه؟ اسأل نفسك انت ليه؟ انا عايز اعرف ليه. رغبة مسيرك تزهق، اسف في اللفظ، شهوة برضو مسيرك تزهق. القرآن عمره ما زهق، المصحف والاحاديث عمرهم ما زهقوا. طب هقول لك على حاجة، انت دلوقتي راكب ميكروباص ومسافر، وجه السواق بتاع الميكروباص شغل قرآن، عمرك سمعت واحد قال له يا اسطى اقف على جنب لما انزل عشان مشغل القرآن وانت مش عايز تسمعه؟ عمرك شفت واحد قال له لو سمحت اقفل القرآن وشغل لي رقاصة عشان نتفرج عليها؟ طب ما تحكم نفسك زي ما السواق كده حكمك وما تقدرش انك انت تتكلم. ده بالعكس، ده في ناس ربنا يبارك لهم بتقول له علي يا اسطى خلينا نسمع القرآن. انما لما تيجي تشوف اي حاجة في التيك توك بتجري عليها. الحاجة التانية بقى اللي تضايق وتنقط الواحد، ان ممكن تقلب على التليفون وتلاقي فيه الكعبة والصحن بتاع الكعبة والناس بتطوف وتبقى مبسوط وقاعد تتفرج عليها، تبص على الفيديو اللي بعديه على طول تلاقي واحدة بترقص، تلاقي واحدة آسف في اللفظ من غير هدوم. التناقض ما بين الاتنين. ما هو الشيطان هيخش لك منين؟ يا جماعة والله العظيم أنا لا شيخ ولا أزهري ولا أي حاجة من دي، أنا إنسان عادي، بس بقول لك اللي بيحصل. التناقض ده ما هو الشيطان هيخش لك منين؟ ما هو هيخش لك من هنا. شايفك إنك أنت بتتفرج على الصحن بتاع الكعبة وشوف المعتمرين، ده لما كنت هناك كان بيحصل كذا، لما كنت هناك فين أيام إن أنا أروح هناك تاني، وبتسترجع اللي فاتك والفترة اللي أنت كنت فيها هناك بتعمل عمرة أو بتعمل حج. الشيطان مش عايزك كده. هتلاقي التانية على طول واحدة عريانة، هتلاقي التانية على طول واحدة بترقص، تلاقي التانية على طول واحدة خليعة أو واحد بيغني. هي كده. احكم نفسك على قد ما تقدر، احكم نفسك. ده انت في شهر شعبان بترفع فيه الأعمال يعني. طب هترجع امتى؟ ده أنا كنت موجود مع واحد وبتكلم معاه الساعة 5 الساعة 6 اتصلوا بيا قالوا لي ده مات. طب إيه؟ ما ممكن أنا اللي كنت بتكلم معاه ويتصلوا بيه يقولوا له ده مات. بالله عليك، أنا عارف إن في ناس كتير هيقلبوا الفيديو اللي أنا بقوله، واحتمال ناس تقول صح، وبعد ما تعدي الفيديو ويخلص كأن مفيش حاجة حصلت. إلا ممكن واحد أو اتنين ربنا يهديهم، ويمكن يكون كلامي سبب، زي ما أنا برضو بتفرج على حاجة وكلامه بيبقى سبب إن الواحد يتهدي أو على الأقل يرجع لصوابه. زي ما أنتوا برضو حاولوا تعملوا كده. دخل عليكم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.